السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل شوية سمك بجد طعمهم تحفة، طريقة جديدة تماما عن اللي متعودين عليها. من النهاردة ولا هتشوي السمك ولا هتقليه، ومش هتبطلي تعملي الطريقة دي. تعالوا نشوف انا عملته ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس فيها شوية تفاصيل صغيرة هي اللي بتفرق في الطعم. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، يا ريت تشتركوا معايا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس، ويا ريت بقى ما تضيعوش تعبي كده وتعملوا لايك. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اول حاجه عشان السمك ينجح معاكي جدا لازم يكون طبعا نوعه كويس، ويكون سمك فريش، ما يبقاش سمك بقى بايت وكده. بجيبه بقى بغسله كويس جدا وبنضفه، وبعدين بقى بعصر عليه ليمون كده ونحط عليه شويه ملح ونسيبه بقى على جنب شويه. وبعد كده طبعا الخطوه دي بتخلي طبعا الزفاره تقل من السمك تماما. وبعد كده بقى تعالوا نحضر التتبيله اللي هنعملها. بس مش هي دي بس التتبيله اللي هنكتفي بيها، هنعمل بيها حاجتين. التتبيله دي هنقسمها على حاجتين، هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه انا ابتديت اجيب 3 فصوص من الثوم، وبعد كده قرن كده من الفلفل الاخضر، وهبتدي ان انا اضربهم، اعملهم كويس جدا في الهون، افرمهم كويس قوي. يعني مش بفضل ان انا اعملهم في الكبه، يعني بحب اعملهم في الهون كده. وبعد كده بقى بعد ما عملتهم فرمتهم كويس في الهون، هجيب بقى عندي التوابل بتاعتي. توابل بسيطة جدا وسهلة، بس السر بقى في حاجة هنحطها دلوقتي هقول لكم عليها. أول حاجة حطيت بس معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وبعد كده عندي معلقة الملح، طبعا ما ننساش الملح بتاعنا. وبعدين هريسة الشطة ممكن نحطها، ممكن نستغنى عنها لو انتوا مش بتحبوا الحاجة يعني حراقة، ممكن تستغنوا عنها، بس هي بتدي طعم حلو. هبتدي بقى ان انا الكلام ده كله اقلبه امكسه مع بعض كويس قوي. وبعد كده بقت التتبيله جاهزه عندي، هنركنها بقى على جنب دلوقتي. ونيجي بقى نعمل الحشوه بتاعت السمك اللي جوه. انا جبت بصلتين صغيرين كده او بصلايه متوسطه، وجزرايه وطماطمايه. كل الحاجات دي هبتدي ابشرها على بعض، نبشرهم كويس جدا مع بعض بالمبشره اللي هي الواسعه شويه مش الضيقه. وبعد كده بعد ما بشرتهم كده بقوا جاهزين عندي، هبتدي احطهم بقى في بولة. وبعد كده هجيب عليهم بقى شوية من البقدونس على الكزبرة، يعني مش كتير، مش هنحط كتير، بس بتدي ريحة حلوة قوي للسمك. وبعدين عندي الخلطة اللي احنا عاملينها دي، هاخد نصها احطها في التتبيلة دي ونقلبها كويس جدا. والنص التاني دلوقتي هقول لكم هنعمل بيه ايه. هبتدي ان انا اقلب ده في التتبيله كويس، وانا طبعا ما عصرتش لسه ليمون، فهنحط بقى عصير ليمون هنا. زودوا عصير ليمون على قد ما تقدروا، يعني حطيت كده ليمونه ونص او ليمونتين على حسب طبعا كميه السمك اللي عندك. الحاجات دي ما بيبقاش ليها مقدار، بتبقى على حسب كميه السمك. وبعد كده ابتديت بقى ان انا اجيب بقى شويه ملح صغيرين كمان، لان الخضار بيبقى محتاج شويه ملح برضو كمان. وممكن طبعا تدوقيه قبل ما تحطي عليه الملح، لو حسيتي ان هو محتاج مفيش مشكله. لو حسيتي ان هو تمام والملح بتاعه حلو ما تزوديش ملح. وبعد كده جبت بقى صينيه وحطيت فيها ورق زبده، واحط معاها معلقه كده من الزيت صغيره ادهنها بورق الزبده كويس. عايزه اقول لكم ورق الزبده ده بيبقى ليه فايدتين. اول فايده ان انا طبعا بيحمي السمك، ان انا اقدر اطلعه القطعه الواحده بوحدتها كده. وتاني حاجه ان الصينيه بتاعتي مش بتحتاج ان انا انضفها قوي، يعني عارفين اللي هي ايه، مجرد ما بتتغسل مش بتبقى الحته اللي بتبقى محروقه من الجنب دي ما بتوصلش طبعا للصينيه، فبشيل الورقه وبغسل الصينيه بمنتهى السهوله. بعد كده جبت جزء من التتبيله بتاعتي دي، وابتديت ان انا احطها في قاع الصينيه من تحت، يعني مكان كل سمكيه كده حطيت معلقتين. وبعدين هاخد بقيه الحشوه بتاعتي واحطها جوه السمك. كده تبلت السمك من جوه تمام. كده خلصنا بقى التتبيله بتاعتي وتبلت السمك من جوه. نحط بقى السمك بتاعنا نرصه كل واحده مكان اللي احنا عاملينه فيه بالشكل ده كده، يعني كل واحده نحطها على الجزء اللي احنا حاطينه ده، طبعا عشان تتبل من تحت وفي نفس الوقت عشان تحمي زي ما قلت لكم السمكه، ونقدر نطلعها بسهوله. بعد كده بقى عندي بقيه التتبيله بتاعتي دي، الخلطه بتاعتي دي. تعالوا بقى نقول لكم المكون السحري اللي هحطها عليها. اول حاجه انا جبت بقى هم حاجتين بصراحه احطهم عليها، هتفرق جدا في طعمها. انا عندي معلقتين من الزيت، لان طبعا لازم احط زيت عشان السمك بتاعي ياخد اللون. وبعدين عصرت بقى ليمونه كده على التتبيله دي. شايفين؟ انا نسيت بس ان انا اقطع السمك، ممكن ما تقطعهوش، بس هو لما بنعمل بس فتحات في السمك التتبيله بتوصل جوه السمكه نفسها. فانتوا ممكن تعملوا الخطوه دي، ممكن ما تعملوهاش لو مش حابين. وبعد كده عندي بقى، تعالوا نكمل التتبيله بتاعتنا. حطيت بقى بعد ما حطيت الليمون والزيت
والخلطه بتاعتي هحط بقى معلقه من المستردة. المستردة بتدي طعم حلو جدا، وممكن تستغنوا عنها، بس عايزه اقول لكم ان هي دي سر الوصفه. بصراحه هي دي سر الوصفه، هي ومعلقه الصلصه دي. حطيت معلقه صغيره من الصلصه مش كتير، يعني نحاول ان احنا على قد ما نقدر ما نزودش في الحاجه، لان السمك من الحاجات الحساسه واي حاجه بتظهر فيه بسرعه. فنحاول اننا ما نزودش. انا حطيت معلقه صغيره من الصلصه ومعلقه صغيره من المستردة، وطبعا رشه ملح صغيره. وبعد كده ابتديت بقى ان انا اخد الخلطه الجميله دي واحط على السمك كده، على كل واحده كده معلقه كده ولا معلقتين، بالشكل ده كده. تبلت السمكه، يبقى السمكه بتاعتي بقت متبله تتبيله خطيره من جوه ومن بره. طعم بجد حلو جدا، وان شاء الله هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوا الوصفه دي. وصفه خفيفه وسهله، وفي نفس الوقت طبعا صحيه، ما فيهاش بقى ولا تحمير ولا الحاجات دي خالص. كده بقت. وعايزه اقول لكم ان هي ممكن تتعمل في اي نوع من السمك، سمك بوري او بلطي او اي نوع من السمك، بتبقى حلوه جدا. كده بقت جاهزة عندي، وببتدي ان انا اشغل الفرن من تحت، لان طبعا السوائل اللي في الحشوة دي هتنزل معايا. فانا بشغل الفرن من تحت الاول، احطها بس من تحت شوية كده لحد ما نحس ان السوائل ابتدت يعني تنشف شوية. هبتدي ان انا اخدها بقى واشغل الشوايه من فوق. السمك من الحاجات اللي مش بياخد تسويه خالص، بس قبل ما اشغل الشوايه من فوق ببتدي ان انا اجيب بقى السوائل اللي نزلت دي كده، وابتدي ان انا ادهن كده السمكه بتاعتي عشان تبقى بتلمع كده وتتحمر معايا بسهوله. شايفين؟ ابتديت ان انا اخد من السوائل دي واحط كده على السمكه. بتدي طبعا الطعم بتاعي، والطعم بتاعها كده بيديها طعم حلو، وبتعلي التست بتاعها قوي، وفي نفس الوقت بتديها لمعه طبعا. وتتلون معايا بسرعه، تاخد لون تحت الشوايه بسرعه. هبتدي ان انا بقى اخدها واحطها تحت الشوايه في المرحله دي. زي ما قلت لكم هو لسه فاضل شويه سوائل كده، هطلعها بقى من تحت واحطها فوق على الرف اللي فوق، وهشغل الشوايه. مش هتاخد معايا بالظبط 5 دقايق لحد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه بقى. شايفين اللون الجميل؟ واتحمرت بقى معايا، وبقت ريحتها طبعا تجنن. طعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي. وزي ما قلت لكم بقى، اهم حاجه ان احنا ما نزودش السمك برضو في التسويه، لان السمك مش يعني هو كده كده مش بياخد تسويه بالكتير قوي، نص ساعه. تعالوا بقى اوريكم زي ما قلت لكم. بصوا السمك بتطلع معايا بسهوله ازاي، ورق الزبدة نفسه بيطلع بسهولة. شايفين الصينية تبقى نظيفة بتاعتك، يا دوب هتغسليها الغسيل المعتاد، مش هتقعدي تدعكي بقى وتتعبي نفسك. وفي نفس الوقت شايفين السمكة طلعت بمنتهى السهولة. شايفين؟ ولا فرفتت مني ولا اي حاجة، طلعت السمكة بسمكتها. وتقدميها بقى زي ما انت عايزة. كده بقت جاهزة عندي، مش ناقصها بس الا شوية عصير ليمون كده نحطها عليها، وتتقدم السمكة بألف هنا وشفا. طعمها حلو قوي، وصفة سهلة كده وخفيفة. يا رب تكون عجبتكم. وشوفوا بس مستوية ازاي طبعا من جوه. شايفين؟ وطالعة دايبة ازاي، حلوة قوي وريحتها حلوة جدا. يلا جربوا بقى الوصفة، وما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. وما تنسوش طبعا تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله في وصفات كتير هنعملها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.